اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة ضيف الشرف. في السلسلة دي هنتكلم عن ابطال الالعاب اللي ظهروا كضيوف شرف في العاب تانية غير العابهم. والله شرف ليك ان انت معايا. ضيف الشرف اللي معانا النهاردة هو باتمان، البطل الاكثر شعبية في التاريخ. ماما، انا عايز اكل محشي. لو انت لحد دلوقتي ما سمعتش عنه فانت اكيد عايش تحت غطا حلة تقريبا. في الفيديو ده هناقش معاك اسباب شهرة باتمان الكبيرة وايه اللي بيميزه عن باقي الابطال الخارقين. كمان هجمع معاك كل المرات اللي ظهر فيها باتمان كضيف شرف الالعاب. بس قبل ما نبدأ انا عايزك تنزل في الكومنتات وتقول لي مين الشخصية اللي انت نفسك تشوفها في الجزء القادم من السلسلة. وبالمرة وانت نازل في طريقك ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة، ويلا نبدأ. Don't you dare lie to me! How long did you wait before replacing me, huh? A month? A week? I trusted you! تتفق أو تختلف، باتمان هو البطل الأكثر شعبية عند الناس. دي حقيقة بنشوفها بعينينا، حتى الناس اللي مش مهتمين بقصص الأبطال الخارقين والكوميكس هتلاقيهم يعرفوا مين هو باتمان. مساء العسل يا باتمان! مساء الفل! عمرك شفت حد ما يعرفش مين هو باتمان؟ طب عمرك شفت حد بيكره باتمان؟ طب ايه سر الحب والشعبية الكبيرة اللي بيمتلكها البطل ده دون عن مئات الأبطال الخارقين الموجودين في كل حتة؟ لما دورت في الموضوع ده لقيت إن في حاجتين بيميزوا باتمان عن باقي الأبطال الخارقين. تقريبا الحاجتين دول مش موجودين في أي شخصية تانية. أول حاجة وهي قوة باتمان الخارقة، وزي ما انت عارف انها مش موجودة لان باتمان انسان عادي، لا بيطير ولا بيطلع ليزر من عينه ولا شبكة من ايده ولا اي حاجة من الكلام ده. باتمان انسان عادي زي وزيك، وده اللي مخليك ببساطة تشوف نفسك في الشخصية دي، لان اي حاجة بيعملها باتمان انت عندك فرصة انك تعملها. علشان كده كلها عايزة تبقى باتمان. عمرك شفت حد نفسه يبقى سوبرمان؟ اكيد لا، مع ان سوبرمان اقوى بكتير، لكن لان مفيش حد فينا جه من الفضاء ولا حد فينا بيطير ولا حد فينا متجوز لويس لين، فبالتالي محدش بيشوف نفسه في الشخصية دي. ويس على ده كل السوبر هيروز التانيين. عكس صاحبنا الوطواط، ممكن اي حد حرفيا يعمل كل اللي هو بيعمله. اي نعم هتحتاج انك تتمرن 16 ساعة في اليوم، وهتحتاج برضه تتعلم تكنولوجيا علشان تعرف تتعامل مع الاجهزة والمعدات بتاعتك على كام لغة كده، علشان لو جالك اشرار اجانب تعرف تتعامل معاهم. Yes, ella se lo busco. طبعا لازم تكمل مليار في البنك عشان تقدر تصرف على الكلام ده كله. What are your superpowers again? I'm rich. بس في النهاية كل دي حاجات ممكن البشر يعملوها. حتى السوبر هيروز التانيين اللي ما عندهمش قوة خارقة هتلاقي عندهم حاجات مستحيل انت كإنسان عادي تمتلكها. زي ايرون مان عنده حاجتين بيميزوه وانت ما بتمتلكهم. اولا ملياردير، ثانيا البدلة بتاعته اللي بتخليه ما يفرقش حاجة عن باقي الخارقين. الاولانية ممكن توصل لها، اي نعم ممكن يكون احتمال ضعيف بس في الاخر احتمال ممكن. انما التانية دي انت مستحيل تمتلك لانها ببساطة مش موجودة. مفيش تكنولوجيا على الارض ممكن توصل لحاجة زي كده. وللسبب ده دايما هتلاقي عند اي بطل خارق في قصة بطل ده بيفقد قوته وبيرجع فيها انسان عادي، وبيبقى مضطر ان هو يواجه التحديات بدون القوة بتاعته. My back! القصة دي موجودة عند كل الأبطال الخارقين تقريبا، ده لأن الكاتب عايزك تشوف نفسك مكان بطلهم. باتمان ما عندوش الكلام ده، هو عنده شوية أدوات على شوية حبشتكنات، بس أنت لو فكرت فيها كلها حاجات منطقية وموجودة فعلا، مش تكنولوجيا من وحي الخيال. ده اللي مخليك مصدق الشخصية لأن كل حاجة بيعملها واقعية وممكن تحصل. وده يجيبنا للسبب التاني اللي مخلي باتمان محبوب للكل، ألا وهو المبدأ. كلنا عارفين قاعدة باتمان الشهيرة إن باتمان ما بيقتلش. You want to know something funny? Even after everything you've done, I would have saved you. وده مبدأ باتمان في الحياة اللي مستحيل يكسره. تأكيد سألت نفسك ليه باتمان ما يخلصش على واحد زي الجوكر من أول مرة وبكده يبقى قضى على شره نهائيا وخلصت الحكاية؟ الرد على السؤال ده في سببين. السبب الأول هو نشأة باتمان المأساوية لما شاف أبوه وأمه بيتقتلوا قدام عينه. باتمان بقى عارف يعني إيه شخص يفقد حياته والتأثير ده ممكن يكون عامل إزاي. من اللحظة دي أصبح منطقي جدا إن الكاتب يخلق لباتمان المبدأ بتاع عدم القتل، لأن المفروض يكون مدرك لقيمة الحياة. وده اللي في الحقيقة مخلي قصص باتمان دايما ممتعة، لأن مهما باتمان اتعرض لمواقف صعبة وتبين لك إن المخرج الوحيد من الموقف إن باتمان يقتل، بتكون عارف ومتأكد إن ده مش هيحصل. باتمان عمره ما هيتخلى عن مبدأه، وهتبقى متشوق دايما إنك تعرف إزاي باتمان هيتخطى الموقف اللي هو فيه من غير ما يكسر القاعدة You بتاعته. don't understand. I don't think you've ever understood. All I've ever wanted to do is kill him. A day doesn't go by when I don't think about subjecting him to every horrendous torture he's dealt out to others, and then end him. But if I do that, if I allow myself to go down into that place, I'll never come back.
هتقول لي ما الابطال التانيين عندهم نفس المبدأ؟ اقول لك ان اولا باتمان هو اللي بدأ الموضوع ده، وانه يكتف نفسه بقاعدة عدم القتل. قبل كده الابطال الخارقين كانوا بيقتلوا عادي جدا، حتى باتمان نفسه في البداية بتاعته كان بيعمل كده، لحد ما الكتاب قرروا ان هم يكتبوا القاعدة دي. ثانيا حتى الابطال التانيين اللي عندهم المبدأ ده دايما بيتحطوا في موقف بيخليهم يتخلوا عن المبدأ وبيلجأوا للقتل. باتمان عمره ما عمل كده. باتمان ممكن يختار ان هو نفسه يموت على انه ينهي حياة شخص. تمسك باتمان بالمبدأ ادى للقصة بتاعته طابع من الإثارة، لان زي ما قلت لك انت ممكن تتوقع ان اي بطل تاني يكسر القاعدة دي الا باتمان. دايما هتتفرج وانت مستني تشوف ازاي باتمان هيطلع نفسه من الموقف اللي هو فيه من غير ما يتخلى عن مبدأه. طبعا في اسباب تانية كتير للموضوع ده، بس انا حبيت اختصر عشان ما اطولش عليك. وخلينا نخش في الموضوع الاساسي للفيديو. طبعا كلنا عارفين ان شخصية باتمان مملوكة لدي سي، وبالنسبة لدي سي فباتمان هو الخفاش اللي بيبيض لهم دهب. حرفيا 3/4 ارباح الشركة دي بتيجي من خلاله، فكان من الصعب ان الشركة تسمح لحد تاني انه يستخدم حقوق الشخصية. بس ده ما يمنعش برضه اني فضلت ادعبس لحد ما جبت لك كام لعبة ظهر فيهم شخصية باتمان كضيف شرف. انا بابا يلا. كمان حاولت بقدر المستطاع اني ابعد عن الالعاب اللي من انتاج دي سي. هو فين؟ هو فين؟ راح فين اللي كل شويه يطير وعامل لي فيها خفاش؟ ونبدأ بأول لعبة معانا وهي ليتل بيج بلانت، وهي عبارة عن لعبة بلاتفورمر حصرية لسوني. اللعبة دي عاملة بالظبط زي فورتنايت بس بتاعت البلاتفورمر. كل الشخصيات المشهورة ليها سكنات هناك، واللي منهم ضيف الحلقة باتمان. الموضوع ما كانش مقتصر بس على مجرد سكن، لا ده كان في مراحل كاملة مقتبسة من جوثام سيتي واركام اسايلم تقدر تلعبها. كمان هتواجه أشرار من عالم باتمان زي الجوكر مثلا. المراحل دي نزلت على هيئة DLC للجزء الاول من ليتل بيج بلانت اللي نزل في سنة 2008. فضلت مكملة في الاجزاء اللي نزلت بعد كده من اللعبة. تاني لعبة معانا هي مورتال كومبات فيرسس دي سي يونيفرس، وهي جزء مستقل من سلسلة الالعاب القتالية الشهيرة مورتال كومبات، وكانت بالتعاون مع عالم دي سي للابطال الخارقين. قصة اللعبة بتدور حوالين ان في قوة خفية قررت انها تدمج العالمين مع بعض، وان الدمج ده لو اكتمل الكون هيتدمر، ولازم ابطال اللعبة اللي من ضمنهم باتمان يتعاونوا مع بعض وينطلقوا في مهمة لمنع الدمج ده. وفينيشات باتمان في اللعبة دي كانت حكاية بصراحة. Batman wins. تالت لعبة معانا النهاردة هي بوردر لاندز 2. لو ما تعرفش فسلسلة بوردر لاند هي سلسلة ألعاب شوتر من تطوير شركة جير بوكس. ظهور باتمان في اللعبة دي طبعا كان بشكل غير مباشر، وكان بيحمل طابع من السخرية على شخصية باتمان. في إحدى المهمات في اللعبة هتقابل شخصية اسمها راكمان. زي ما انت شايف الشبه الكبير بينه وبين صاحبنا إياه. مش بس الشبه في الشكل ده، حتى في الحركات بيرمي عليك حاجات شبه الباترينج، وبيرمي قنابل دخان ويختفي. كمان بيستدعي خفافيش عشان تساعده يضربك. مش ظهور مباشر لشخصية باتمان، ولكن زي ما قلت لك انهم حاطين الشخصية دي بقصد السخرية من باتمان. رابع لعبة اكلمك عنها النهاردة هي مالتي فيرسس، وهي محاولة دي سي في تقليد سوبر سماش بروز. فاكر الكلام اللي قلته لك عن سوبر سماش بروز في الفيديو اللي فات؟ وما تعرفش سوبر سماش بروز فهي باختصار لعبة قتالية من تطوير شركة نينتندو، وبتجمع كل شخصياتهم المشهورة زي ماريو ولينك كشخصيات قابلة للعب. من ساعة ما اللعبة دي نجحت كل شركات الألعاب الكبيرة حاولت تعمل زيها، ودي سي واحدة من الشركات دي. لعبة مالتي فيرسس مش بس مقتصرة على شخصيات عالم دي سي وبس، لا ده فيها كمان شخصيات من شركة وارنر بروز زي باجز باني وايرون جاين. أكتر حاجة بحبها في اللعبة دي هي الحوارات اللي بتتقال بين باتمان والجوكر لما بيتقابلوا. Stay down, clown. اخر لعبه هكلمك عنها النهارده هي ذا ويتشر 3، واحده من اعظم الالعاب في التاريخ. طبعا مش محتاج اعرفك عليها. ظهور باتمان في اللعبه دي ما كانش بشكل مباشر، بس كان على شكل ريفرنس او ايستر ايج. بصراحه المفروض ما يتحطش في القائمه من اصله، بس انا بما اني يعني بحب لعبه ذا ويتشر فما قدرتش ان انا ما اذكرهاش. في احدى المهمات هتلاقي جواب بيتكلم عن واحد اسمه بروس بيحب واحده اسمها سيلينا. بروس ده اللي هو بروس وين اللي هو باتمان، سيلينا دي تبقى كات وومن. صاحب الجواب اسمه روبن اللي هو روبن مساعد باتمان. عارف الموضوع بسيط جدا، بس بصراحة انا بتلكك عشان اضيف ذا ويتشر للقائمة، وهحط لك من فوق الفيديو اللي كنت بتكلم فيه عن لعبة ذا ويتشر قبل كده. فيديو حلو يعني وتعبت فيه، فخش شوف. وبس كده، دي الالعاب اللي ظهر فيها باتمان كضيف شرف. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة، وما تنساش تنزل في الكومنتات تكتب لي الشخصية اللي عايز تشوفها في الفيديو اللي جاي. شكرا.